كوتش محمد بوزير، اهلا وسهلا. منور الدنيا ومنور مصر الدنيا ومنور انا والشقه. ومنور انا والشقه. اهلا بيك. وش الشقه دي؟ انا والشقه. شقه. اوكي. انا والشقه. لا الشق الثاني يعني. انا نعم. والشقه. طيب انت شقيق. اوكي. جايه من شقيق. طيب. عايزين بريفلي كده نتعرف على كوتش محمد. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير جميعا عليكم وعلى المتابعين. أنا محمد بوزير، كوتش نجاح وأعمال. نحن باختصار بنساعد الأفراد إنهم يرفعوا أدائهم، الأفراد والمنظومات إنهم يرفعوا أدائهم. فمثلا هل فكرت بفكرة إنك تحول دخلك السنوي إلى شهري مثلا؟ إنه يحصل نمو 10 أضعاف، 1000%، 500%. 1000%؟ نعم. تحويل دخلك السنوي إلى شهري يعني ضرب 12. صح. إذا في السنة مثلا نفترض إنه 500,000، نفرض إنه مثلا فلان يتقاضى $50,000 في السنة، فهل ممكن إنها تصير $50,000 بدل في السنة تكون شهريا؟ هل يحصل؟ طيب هو احنا عشان نسقط علينا احنا خلينا بالجنيه. بالجنيه. طيب. اصل احنا برضو بناخد سواء الراتب او الشغل بتاعنا كله جاي شهري، فهل اضاعف قصد حضرتك اضاعف دخلي عموما؟ كل الدخول شهرية بالضبط. شهرية، اسبوعية، سواء او حتى اذا كنت مالك عمل فهو كل بيعة. حلو، جميل. بس نحن نتكلم في النهاية المحصلة النهائية السنوية. اوكي، فالمحصلة النهائية السنوية تتضاعف يعني أحول دخلي السنوي إلى شهري. فأنا بجيب في السنة 1,000,000 جنيه، فماذا لو 1,000,000 جنيه في الشهر؟ أوكي. أنا بجيب 500,000 جنيه في السنة، فماذا لو 500,000 جنيه في الشهر؟ إيدي على كتفك. يلا بينا. قبل التصوير يا كوتش، أيوه، انت نكشتني كده في حتة مش عارف واضحة، نكشتني. طبعا. طب حلو، انكش يا عم. انكش. قلت لي مشكلتنا في ان احنا مش قادرين نوصل للكونسبت اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو الثراء او رفع الأداء، النجاح. نعم. او الاداء، هو بعض المعتقدات الخاطئة. جميل. وكنا هنبتدي نتكلم، قلت لك لا، خلينا نتكلم قدام الكاميرا على طول. حاضر، يلا. أنا بسم الله. ايه المعتقدات الخاطئة اللي من وجهة نظرك انت شايف ان احنا تربينا عليها غلط او اتعلمناها غلط، واللي هي اثرت في حياتنا وفي مسيرتنا وفي نجاحنا وفي ثرائنا؟ واحدة من أهمها إنه ما أقدر أحول دخل السنوي إلى شهري، أو إنه ما ممكن إنه أضاعف دخلي 5 أضعاف 6 أضعاف في السنة. اوكي، ده معتقد خطأ. ده معتقد خاطئ. الناس يتصوروا إنه النمو تدريجي، إنه أنا أكون مثلا زيادة 10%، 10-20%. يا سلام. احنا بنتكلم على مضاعفة. نحن نتكلم عن مضاعفة أسية، كوانتم ليب، قفزة كمية. أوكي. مو مجرد إنه أنا بعمل تحسين أو 10% نمو 20%. فغالب الناس بسبب هذه الفكرة المضللة مثلا عنده عمله الخاص، فتلاقيه يطالع في مبيعات العام الماضي، فيلاقيها مثلا $100,000. كويس. مثلا خلينا نقول بالجنيه 100,000,000 جنيه. كويس. تمام. عاوز يزودها، يقول والله 1,200,000، 1,300,000، بناء على اللي يعلموه في ماجستير إدارة الأعمال وكده، إنه النمو الطبيعي في المبيعات ما بين 10% ل 20%. فأنا هدف السنة الجاية 1,200,000. طب ما ده الطبيعي وده اللي بيمشي، فاحنا كده جايين بنغير معتقد. لا، ده مو الطبيعي ومو ده اللي بيمشي، ده اللي نحن متبرمجنا عليه بدون ما نكون واعيين. ماشي. في سنة من السنوات ولله الحمد ضاعفت دخلي 7 أضعاف، 700%. 7 أضعاف ما شاء الله في سنة واحدة. في سنة واحدة. في واحدة من السنوات 4 أضعاف، ضرب 4 ما شاء الله. وعملائنا مجموعة كبيرة منهم عملوا نفس الشيء. لو احنا بنبلان بنقول يعني مثلا
لو احنا حققنا السنه الجايه 120 125%، احنا كده يعني واو. اوكي، محدش يعني احنا في تخيلنا ان انا هزود 20 30%. ما هو ده رقم كبير. ما هو- الغلط جاي فين بقى يا كوتش؟ قول لنا. الغلط انه نحن عندنا معتقد انه النمو تدريجي. مم. انا ما يمديني احط هدف نمو اسي، نمو ضرب اضعاف، ضرب 2 ضرب 3. قفزات كميه. ضرب، انا اتكلم حتى مو ضرب 2 ضرب 3. احد العملاء اللي اشتغلوا معانا عمل ضرب 10. طب ادينا الخريطه، او ادينا يعني ده كان اول معتقد، ان التحسين او النمو مش أيوه. لازم يبقى تدريجي. ممكن يكون عباره عن قفز مستويات، قفز. حلو قفزات جدا. كميه، طيب ده كان انتقل أول من معتقد. مستوى الى مستوى جديد كليا. ليش هذا الموضوع؟ لاننا تبرمجنا على فكره الواقعيه، لازم تكون واقعي. انت معترض على فكره الواقعيه؟ طبعا فكره مضلله خطيره. الكوتش جاي النهارده هيغير ده- معتقدات إن كتير. الواقع يكرر نفسه يا سيدي. استنى بس، لان انا بالنسبه لي ده كونسبت في حد ذاته. انت بتكسر لي عارف التابوهات. بالضبط. اصلا انا شخص واقعي، يعني احنا اتعاملنا مع بعض قبل كده مره واتنين، فانت عارف ان انا شخصيه واقعيه. فانا اول مره اسمع الكلمه دي على فكره من الكوتش بوزير يا وليد، ان هو لا، الواقعيه ده معتقد مش سليم. بالضبط. لماذا؟ وضح لي. الواقعي يكرر نفسه. كيف يكرر نفسه؟ يطالع في نتائجه الحاليه ونتائجه الماضيه. اوه، هذا اللي انا قدرت اعمله، فبناء عليه يروح يختار افكار متناغمه مع الواقع تبعه. اوكي. فما يختار قفزه كبيره. فمثلا عايش في شقه ايجار 3 غرف وصاله او غرفتين وصاله، فهذا واقعي الحالي. فمن المنطقي من الواقعي اني اروح من الغرفتين وصاله الى 3 غرف وصاله. مظبوط. حاجه اكبر شويه. حاجه اكبر شويه، او اني بدل ما اخذ غرفتين وصاله ايجار اخذ غرفتين وصاله تمليك. اوكي، ويفضلوا 10 20 30 سنه وهم ما حققوا اي حاجه ذات قيمه وذات معنى. ماشي. لماذا؟ لانهم ما يفكروا من داخلهم، من رغباتهم، يفكروا من واقعهم، فهم واقعيين فيكرروا نفس النتائج. يعني الواقع اللي احنا بنفكر فيه ده بيحد من ادائنا. بالضبط. بيلجموا كده. لانه باختصار واقعك قد كده، فتقرر من واقعك حتقرر قد كده. طيب ايش اللي يمنعني؟ ارجع ثاني مره لنفس المثال. ايش اللي يمنعني انه انا في غرفتين وصاله ايجار واقرر اني اشتري فيلا في التجمع الخامس او في الرحاب قيمتها عده ملايين؟ اللي يمنعني اني مش معايا العده ملايين. امكانياتي، تحتاج شغلي المتاح دلوقتي، الدخل اللي بيجي لي انت دلوقتي. تحتاج الفلوس في ايه؟ انت ما اتخذت القرار اصلا. لا فهمها لي يا كوتش. يعني انا بحتاج الفلوس عشان احقق الحاجه اللي طيب انت قرر اول عشان نشوف نروح ندبر الفلوس. ما هو الناس انا اصلا ما قررتش. سلام عليك. عشان احنا محدودين بالواقعيه بتاعتنا فما قررناش. بالضبط. فالشخص تلاقيه اصلا ما فكر بالفكره، جات الفكره في باله على المستوى أملغيها. يا سلام، على المستوى الواعي. قال له المستوى الباطن، العقل الباطن، انت مش هتقدر. انت لا ما تقدر، انت مفلك الفلوس. انت شايف نفسك ولد مين؟ ولد سويرس ولا ولد الشربتلي ولا؟ فقمت لاغي الفكره. فقمت لاغي الفكره اصلا من جذورها. فلا، انا اقرر بعد كده نشوف موضوع التدابير، موضوع الاسباب اللي هي فلوس. يا اخي مين يدري، يمكن تجيك هديه. والله انا مش عارف. بس انت اسمح للفكره انها بتحصل، ان الفكره ان عفوا اسمح للفكره انك تلتزم بيها. ممكن تاخذ معاك سنه، ممكن تاخذ معاك سنتين، ممكن تاخذ معاك 5 سنين، لكن في النهايه حتحصل. انت هنا
انا عاوز اقول حاجه بس استنى استنى استنى. عشان دي مهمة. انت هنا المايك كده في الجهه ايوه الحته الصغيره. انت هنا كمان هديت لي كونسبت تاني، الا وهو ان انا لو بخطط للحاجه اللي انا عايز اعملها لازم وانا بعمل بلان اتشيك ماي كابابيلتيز، امكانياتي. يا سلام. اصلا انت يو دونت نيد ذا بلان، ما تحتاج الخطه، انت تحتاج القرار. يلا نمشي، يلا نمشي. كل حاجه كده هتتلخبط. انت تحتاج القرار. القرار، الخطه بتاعت ربنا مش بتاعتك. انت تخش في شغل ربنا ليه؟ ونعم بالله، بس يعني ما هو اسعى دي- يا عبد. ايوه بس اسعى وانا ما قررتش، وانا ما طلبت اصلا. طيب اطلب. يعني it's all about decision. It's all about decision. كلها قضية قرار. الناس ما بتقرر الحاجات اللي تبغاها لأنها بتطالع في الواقع تبعها وتقرر بناء على الواقع. اوكي. يا أختي خليكي واقعية. لا أنا مش عايز أكون واقعية، أنا عايز أكون مؤمن. believer. believer. Yes, I don't have the capability. أنا ما عندي الموارد والريسورسز الآن، لكن أنا حقرر والموارد تجي في وقتها. انت واضح كده ان انت كمان انا كل بص احنا طيب أنا كان عندي مستوعب. أنا كان the عندي secret. أنا كان عندي قرار بنص مليون امم عشان أثبت لك الكلام ده بالحرف. امم والله يا جماعة الخير كان عندي قرار بأكثر من نص مليون. امم اللي معايا في جيبي 130 تقريبا. فعشان أخلص العملية دي قالوا لي الدفعة الأولى 130. ف 130 ألف. تمام. فكل اللي في البنك عندي، كل اللي في حساباتي الشخصية نزلت وحولت لهم وبدأنا المشوار. بعدها بعدة أيام راح يكون موعد الدفعة اللي بعدها اللي راح تكون كم؟ 420 أو حاجة من هذا القبيل. أنا طول الفترة دي ملتزم بقراري ومش مفكر من فين حتيجي ال 400. أنا بس ملتزم وحكمل وحاخد الحاجة دي اللي تكلف نصف مليون. يعني ايه ملتزم؟ ملتزم يعني ملتزم. ده الهدف بتاعي مكتوب عندي في البطاقة وأنا ملتزم إني حوصل له وما علي في الموارد حتيجي من فين. يعني دي قناعة فعلا داخلية إن حضرتك هتوصل للهدف ده. الهدف وأبغاه عندي and I want it badly bad enough. أبغاه برغبة حارقة ومستعد إني أحرق السفن، ولدرجة إني صفرت كل حساباتي عشان أدفع الدفعة الأولى. دحين بعدها ب4-5 شهور حيطلب الدفعة الثانية وانت عشان معكش منها ولا جنيه ولا. أنا أتكلم هنا بالريال السعودي يا ولا صديقي. ريال. ماشي. لما أقول نص مليون سعودي يعني أضربها في 14 أو 13.8. فهنا بدأت خلاص أنا ملتزم وقاعد إيش بعمل؟ خلاص أنا بحافظ على صورتي وأنا ممتلك للخير الذي أريده. إيش الخير الذي أريده؟ هو هذه المعاملة اللي أنا شغال عليها أو هذا الهدف. وكل يوم باخذ خطوة برضو في شغلي في كذا وبتخذ قرارات وبوم بوم 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 بوم. ما جاء موعد الدفعة الثانية إلا والمبلغ موجود، والمبلغ موجود على قد القد، يمكن فرق كم ألف زيادة بس. فصفرت حساباتي من هنا كمان. طب بالراحة تاني، بالراحة. هاخد القرار. أنا أول ما هاخد القرار عقلي هيقاومني. اوكي. لأني متبرمج على إن ده مستحيل يحصل، وده لسه بنقول فوق على قد لحافك مد رجليك، صح؟ مد رجلك على قد الحافة. حلو قوي. طيب. أنا عقلي دلوقتي قاومني، وبالنسبة لنا دي واقعية. يعني ما أنت إزاي تحلم بحاجة زي كده؟ ده اللي اتربينا عليه. جميل. إزاي أحول البرمجة دي أو إزاي أحول صد عقلي لواقع وقناعة أصدقها؟ طيب. بعدين هنشوف قصة الموارد دي، بس نبدأ بدي. هنا نحتاج لحاجتين. طيب. أول حاجة إنك تعرف تتعامل مع عقلك الباطن اللي قاعد دحين يوسوس لك زي الليتل ديمن، زي الشيطان الصغير. ما تقدر ومن فين وحتعمل وحيقولوا عنك طيب لو أبوك عرف أنت زي تمام. فأول حاجة أقول له
thank you I will deal with you later. شكرا راح اتعامل معك بعدين. مم. انتبه تقاومه. انا ما يهمك. قاوموش. ايوه، اذا قاومته ترى حيصيح عليك زياده وحتجيك الام في المفاصل وحتسخن ومش حتنام. يعني هو اقوى مني. هو اقوى، مش اقوى منك، هو عنيد يعني ومقاوم. ماشي. فاخده على قد عقله. اي خذه على قد عقله. حلوه العباره. اخد عقل الباطن على قد عقله. يا سلام، تقول له انا حتعامل معك بعدين، شكرا على الرساله. حلوه دي، كاتش يا وليد. على فكره ده كان، بس عشان ما تبقاش مسروقه، كان احمد امين باين بيقولها. مين احمد امين؟ ده احمد امين في الممثل. الممثل، اوكي. في مسلسل ما وراء الطبيعه. جميل. لو عقلك مش عارف، لا مش عارف عمل ايه كده، خده على قد عقله. انا ما سمعتهاش، هي جات لي دلوقتي. يبقى هو سرقها جميل. منك. يس. فهذا رقم واحد، انه اقول له راح اتعامل معك بعدين. رقم اثنين، ادخل هنا حتجينا القدرات العقليه السته، ودي اللي ربنا كرمنا بها عن سائر المخلوقات في مملكه الحيوان، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم الخيال، الاراده، الحدس، التفكير، المنظور والذاكره. كل المخلوقات في حاله تناغم تام مع بيئاتها الخاصه، الا نحن البشر غير متناغمين مع بيئتنا. ليش؟ يعني ايه غير متناغمين معاها؟ عاوزين ايه؟ دائما كده مش مبسوطين ونبغى نعمل حاجه كمان، عاوزين نبغى نزود. نزود. الحيوان تلاقيهم اجيال ملايين السنين زي ما هم. شوف يعني مثلا خلينا ناخذ البيفر مثلا، اللي بيعمل السدود بذيله. أيوة. لهم كم سنه وهم بيعملوا نفس التكنولوجي، ما تغيرت حياتهم. نحن نشوف المستعمرات اللي بنيناها. طيب، فهم في حاله تناغم مع بيئاتهم الخاصه، نحن ما عندنا تناغم مع بيئتنا الخاصه. ليش؟ لانه ربنا وهبنا الملكات الفكريه السته دي، فالخيال يخلينا نشوف حاجه ما وراء مش موجوده، فنبني عليها. ايوه، ما وراء واقعنا. الله، حلوه دي، ما وراء ايه؟ ما وراء واقعنا. ايوه. فهنا الناس ما بتستخدم الملكه دي. احنا بنعطلها. اكزاكتلي. بنقتل الخيال ده. اوكي، تمام. بنقتلها بالواقعيه. نقتله بالواقعيه. فربنا اعطانا الخيال فنقدر نتخيل ما وراء الواقع. تخيلنا الاتصالات، تخيلنا المواصلات، الطيران، وكلها دي حاجات. بسألك بالله، قبل ما تحصل كانت منطقية؟ مستحيل. لا طبعا، ولا اي حاجه من شكرا. اللي فيها منطقيه. شكرا. صح. أسألك كمان، هل كان لها احتياج؟ لا، ما كان لها احتياج. نحن كنا مبسوطين بواقعنا. تمام. لكن في شخص with burning desire، برغبة حارقة، قال أنا أبغى الحاجة دي تحصل. أبغى أكلم واحد في الصين وأنا في أمريكا وأشوف فيديو. أبغى أسافر من نيويورك للقاهرة في 12 ساعة. فهذا اللي حصل. فالخيال، خلينا نشوف ما وراء الواقع. دي أول ملكة من ملكات العقل. يا سلام. فهنا أنا حصمم القرار بالخيال. يبقى أول حاجة هاخد القرار وبعدين أصممه بالخيال. أيوة والله، الفيلا الفلانية 10 غرف فيها الحديقة، أتخيلها، أو ممكن أرسمها، ممكن أكتبها وصف بكتابي، أيا كانت الطريقة. تيجي هنا العضلة الثانية اللي معظم الناس يفشلوا فيها، اللي هي الإرادة، اللي كان بيسأل هي بس هي دي بقى. أنا مقتنع بقى دي. لا بس مش اللي أنتم فاهمينها. الإرادة عندنا في مصطلحاتنا تعريف مختلف. الإرادة هي القدرة على رؤية صورة واحدة على شاشة عقلك. صورة واحدة، هذا هدفي مكتوب عندي في البطاقة، صورة واحدة على شاشة عقلك بغض النظر عن المشتتات. مشتتات الرصيد، فلان اللي قال لي يا عمي ما تقدر، البنك اللي قال لي ما فيش تمويل للبيت هذا. أيوة يا سلام. فأنا بإرادتي هبقى شايف دي بس وهطير أي حاجة تانية حواليها. نعم، الإرادة هي أن أرى صورة واحدة على شاشة عقلي بغض النظر عن المشتتات. مشتتات الموارد وجودها وعدم وجودها، كلام الناس، التعليقات، رفض فلان اللي جيت كلمته وقلت له ساعدني في الحاجة الفلانية، أو أسلفني وما سلفني ورفض.
فانا كيف هذه الحاجه ما تشوشر علي؟ الاخبار الله دي خطيره. دي خطيره قوي. حاشتري البيت بس يقولوا الاقتصاد ما ادري ايش به، اصل الدنيا حرب. انت مالك ومال؟ انت تتعامل معاهم ولا تتعامل مع قوه اعظم؟ فهذه العضله الثانيه اللي هي نحن قلنا اول شيء تقول له انا هتعامل معك لاحقا. الحاجه الاولى هتعامل معك لاحقا. الحاجه الثانيه وقوي عضله الاراده عندي. فكل ما البارادايم يجي يقول لي ما تقدر، او كل ما العقل الباطن يقول لي ما تقدر، ايش اسوي؟ اقول له لا استنى انت شويه، واركز. انا عندي هدف. يا سلام. ما اخدش ودي معاه. ما تاخذ وتعطي معاه، لانه وما تعندوش. يا سلام. وما تقاوموش. بالضبط. لانه تقاومه وتجاوبه يروح يرد عليك باجابه ثانيه واجابه ثالثه واجابه رابعه. اوكي. لويك. ثالث حاجه اصله لويك. لويك. ايه يعني بيتلكك من هنا. اوكي ماشي. ثالث حاجه بس حاجتين كده كفايه. وثالث حاجه خلاص ستارت تيكن اكشن. تيك اكشن بقى، ابدا خذ خطوات. طيب انا قصدي ثالث حاجه من ملكات العقل. احنا قلنا الخيال، الاراده. طيب كده حنضيع الحلقه. تبغى لا ماشي، لا زي الفل. ثالث حاجه الحدس، دي ضروري اتكلم عنها صراحه. يلا بينا ناخد الحدس وبعدين نتنقل لمعتقد تاني. جميل. الحدس هو صوت الله فيك. الله اعذب وامتع ملكه بالنسبه لي. انا بقى شخصيا انا مؤمن بالحدس. شكرا. دي حقيقه، انا بليفر في الحدس يا وليد. يعني انا مؤمن. خليك ما تاخدش قرار حاسس ان في حاجه كده مش. لا، احساسي بيقول لي ده تمام، ده او ده مش تمام. مش تمام. انا عايز اشوف بوازير. اتصل على بوازير، انا اقدم على الخطوه الفلانيه، تواصل مع فلان، كلم فلان، اعمل البرزنتيشن الفلاني، انزل الكونتنت الفلاني في السوشيال ميديا، اعملي الكارير شيفت. انت غصبا عنك دخلت الطب، او غصبا عنك دخلت او مش غصب عنك، في وعي منخفض منك وانت مش مدرك تماما لرغباتك، دخلت الهندسه او الاي تي، لكن الان انت شايف نفسك بابليك سبيكر مثلا، ونفسك ولا شايف نفسك رايتر. في حاجه عماله بتزقني. هو ده الحدس. يا سلام. ده الحدس. ده الحدس. اسمعوا ومو بس كده، استجيب لندائه. الله يخليك. اذا تبغى العظمه، اذا تبغى ميديوكريتي، يعني اسيب اللي انا فيه واسيب الفلوس واسيب اديله المايك. هذه نقاط مهمه. معلش بقى عيدها ثاني. اسيب اللي انا فيه واسيب الفلوس واسيب الوظيفه بتاعتي والامان ومستقبلي اللي بيترسم عشان حدس جوايا اني، وممكن الدخل التقاعدي، الراتب التقاعدي صح، وكل الكلام ده كل ده اسيبه عشان بس جوايا عاوز اعمل كارير شيفت لحاجه، عاوز ابقى حاجه. انت ايه رايك؟ ده رايي بصراحه، بس شفت بس ما اعملش كده. القلب دائما حيقول لك اللي هو طبعا. القلب صوت الحدس. بس العقل بيقول لي لا. العقل بيقول لك لا. ليه؟ لانه عندنا الحواس الخمسه، فعندنا ده الفيجر، ده الدائره الكبيره العقل، ده العقل الواعي، وده العقل الباطن، وده الجسم. يعني الشكل ده بيمثل ده كده جسم الانسان، وده العقل بتاعه. ايوه العقل بتاعه. حلو جدا. ده العقل الواعي وده العقل الباطن. جميل. ودي الخمسه الانتينات، الحواس الخمسه الانتينات دي. طب معلش يا كوتش، حضرتك ليه بتقول عليه العقل الباطن؟ احنا دايما بنقول عليه عقل اللاواعي. دي للاسف ترجمه غير دقيقه، لأن حتى باللغة الإنجليزية اسمه subconscious mind. subconscious، وهي أصلا مفردة إنجليزية. أول ما ابتكرها إذا ماني غلطان كان جوزيف كامبل. عفوا مش جوزيف كامبل، جوزيف مورفي. ماشي. فهو سب يعني باطني عميق. بس هو أوعى من الوعي بكثير. بدلالة في حلقة من الحلقات اللي أنتم أتوقع عملتوها كان بيقول إنه بيتخذ قرار الشراء قبل بالظبط. الواعي. أحمد خليفة كان بيتكلم على العقل الباطن. كان بيقول إن هو بتشتري بده صح. وهو العقل العاطفي. هو العاطفي. نعم. وهذا العقل المنطقي.
فانت فقلبك بيطلع لك الصوت الحدس وبيقول لك اعمل كده. اللي أيوة. بيقاومني بقى ده ولا ده؟ فيجي بعدين هنا الانتلكت، العقل الفكري، مم. يجي لا الحواس الخمسه بتغذيه بايش؟ حاجات ماديه. حاجات ماديه. والله ما عندك الرصيد، طيب حتسيب الوظيفه، طيب ماذا عن المعاش التقاعدي، ماذا عن، وهكذا. اللي هم دول الحواس الخمسه. الحواس الخمس أوكي. نعم بتغذي العقل الفكري او أوكي. العقل المنطقي. اوكي. فنبدا نعمل اناليسيس، واناليسيس يعني منطقي. واناليسيس باراليسيس، شلل. نعمل تحليل، والتحليل عباره عن شلل، يشلك فما تتخذش تحليل القرار. خسرنا كتير. سلام. فاول ما فما تطالع في العالم الخارجي تحلله ثم تقرر، فانت صرت عبد وضحيه على العالم الخارجي. طب خد السؤال ده واديك المايك يا شيخ. طيب نرجع نكمل. ماشي. طيب لسه في انا تكملة في نفس الجزء. اسيب ده وده، اسيب وظيفتي ولا بزنسي الحالي ولا العياده بتاعتي ولا ايا كان، أيوة. مكتب الاستشارات الهندسيه اللي انا عامله، واروح اعمل الحال. شركة والدي اللي وارثها هو اوكي يا سلام. وكبيرة انت وإرث رايك العيلة. نعم؟ انت في رايك نعم؟ من جوايا بصراحة من جوايا نعم جدا. وانا اقول نعم، بس مو بالضروره انه يلا نط. قفل ويلا روح. ايوه، لكن ممكن اوكي انا مستمر في وظيفتي، وفي المساء ابدا اقدم خدمات بالحاجه الجديده، الشفت الكارير الجديد تبعي. حبه حبه اوكي، بدات التدفقات النقديه، الكاش فلو. أوكي. بعدين السلام عليكم وعليكم السلام. وده اللي انا عملته تحديدا في 2018. انا 2017 شغال بالكامل الوظيفه مع التريننج والكوتشنج وكذا. في 2018 1/1/2018 كتبت هدف، أنا بحمد الله أستقيل تاريخ 29 سبتمبر، آخر يوم في سبتمبر. استقلت في التاريخ ده؟ والحمد لله نعم. أنا يعني كنت يعني كتبت اللتر استقالة اللي هو الإيميل الاستقالة، بس زميلي كان محاسب وكذا قال لي محمد أصبر، أنت باقي لك شهرين وتكمل 3 سنين، فيصير مكافأة الخدمة، نهاية الخدمة أكثر عندك من شهرين. خلاص هي شهرين كملهم. كملتهم وخلاص الحمد لله. يعني حضرتك كده مع فكرة اتبع شغفك. عندك حدسك. اتبع حدسك وأيضا شغفك. أصلا شغفك جاي من فين؟ من الحدس. من الحدس. رغباتك هذه اللي بتجيك، الرغبات، اشتري السيارة الفلانية، تزوج بفلانة، اعمل كارير شيفت، اشتري خذ البيت الفلاني. دي صوت الحدس عايزك تتوسع، عايزك تكبر. هتفتح علينا النار يا كوتش بالحلقة دي. يعني ما هو شغلي كله فتح نار في فتح نار. تغيير المعتقدات كله بيعمل كده. أنا بيسموني هادم الأصنام العقلية. حلو. انت هدمت لنا دلوقتي اول صنم، عايزين نهدم تاني صنم بقى، او تاني معتقد خطأ. انت برضو من الحاجات اللي قلتها لي فوق وانا وقفت عندها. طيب اسمح لي مع قاطعتك، حنرجع للنقطة دي. الحدس قلنا هو صوت الله فيك. بين قوسين هو الوحي. انا مؤمن بالحدس جدا جدا. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. بعض الناس يقول لك الوحي، لا، ايه الكلام اللي بتقوله ده الوحي فقط للانبياء ولا الرسل. لا يا سيدي، انا ما بتكلم عن الوحي التشريعي، انا بتكلم عن الوحي التوجيهي. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ام موسى هل كانت نبيه؟ لا. ام موسى عليه السلام لا، ما كانت نبيه، لكن ربنا اوحى اليها. فالوحي هنا احساس، حدس، هو صوت ربنا قال لها ارميه القيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. اوحينا اليها، مش معنى كده ان الوحي ينزل لها، الوحي ما بينزلش غير على الانبياء فعلا يعني. الوحي التشريعي، الوحي الدائم، ال 27 24/7 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ده لينا كلنا. ربنا بيخاطبنا طول الوقت، بس إن إحنا مدربين نسمع ولا مش مدربين نسمع. محتاجة تدريب يا كوتش. محتاجة تدريب يا كوتش. قرار وتدريب.
في ناس بطبيعتهم يتولدوا اصلا حدسهم عالي من طفولتهم، وتقدروا تلاحظوهم حتى في ابنائكم على فكره. وفي ناس لا شويه، بس ممكن مع التدريب يقوى 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 يقوى, يقوى. في اشياء في تمارين معينه في الكورسات عندنا بنشتغل عليها. اذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. الحواريون هم اتباع سيدنا عيسى وعليه السلام، وربنا اوحى اليهم. فكل اذا والى النحل اذا طيب ممكن اتقل عليك في حاجه؟ ما تدينا تمرين واحد لتقويه الحدس، تمرين واحد بس. يعني انا عارف ده بيبقى في الكورسز، وده انا عارف يعني في البروجرامز، بس السكون. بمعنى ممكن تعمل جلسه تامل، صمت تام وتركز على تنفسك 10 دقائق 10 دقائق الى ثلث ساعه في حته هاديه. إيه؟ بيجيب عشان الناس دلوقتي تسالها تقول كده الكلام ده بيجيب نتيجه؟ والله جاب معايا وجاب مع الناس اللي مارست. انا مع العبره هنا هل الناس ايوه هي دي اللي عاوز اوصل لها. هل الناس عندهم ألم كافي تجاه رغباتهم حتى يعملوا الأشياء دي ويسمعوا صوت الحدس وتوجيهاته وما ياخذوا جدال العقل؟ هي دي النقطة. نعم. هذه واحدة من الأشياء. الحاجة الثانية إنه كل ما سمعته أكثر هو إيش اللي صمته عند الناس؟ الانشغال بالدوامة وبالدنيا وبالتفكير التجاهل. نحن تجاهلناه كثير. من كثر ما نتجاهله خلاص غلبوا صوت العقل. نحن خلاص أصل المدرسة والجامعة انبنت بعد الثورة الصناعية. كويس. وكل النظام التعليمي اللي موجود عندنا مبني على الحواس الخمس. الحاجة اللي نقدر نوصلها بحواسنا ونقيسها بحواسنا نؤمن بيها. اللي ما وراء الحواس لا، ده العلم يقول لك وقف. دي مدرسة مادية يعني. مدرسة مادية بحتة. فالمدارس اللي نحن ندرس والنظام التعليمي اللي موجود عندنا في العالم كله مأخوذ من بعد الثورة الصناعية في بريطانيا والثورة الفرنسية. فاللي صار النظام التعليمي كله لا يؤمن بما وراء الحواس. فنحن تلقينا تعليمنا انه كله شوف ايش فيه، حلل الموجود ثم قرر على الاساس ده. لا ما لكم، ما في حاجه اسمها قلب وحدس ووحي وكذا. تمام. فاللي صار انه من كتر ما نحن من صغرنا قالوا لنا خليك منطقي، خليك واقعي، وسيبك لا انت شوف الداتا والداتا هي اللي تصنع القرار. وشركات قتلنا يا سلام الابداع، قتلنا وشركات كبرى يقول لك لا نحن أيوة. عندنا اكاونتنج مانجر وعندنا فاينانشال مانجر، عندنا مدير مالي، مدير محاسبه ومدير مالي. المحاسبه بيسجل البيانات، المالي بيحلل البيانات عشان يتخذ القرارات. What a poor way of living. يا لها من طريقة حياة فقيرة. طيب ماذا لو عندي قرار فظيع عظيم ممكن يقفز المنظومة سنوات ضوئية، بس بسبب عمنا شايف إنه التدفقات النقدية ما بتكفي، قمنا سبنا القرار. يعني ده بيصلح على الأفراد والشركات طبعا. الله أكبر. يعني احنا ممكن بكره ناخد قرارات ممكن الناس تلبس في مصايب. والله يبغوا يتبعوا المدرسه ويفهموها مزبوط حيوصل. يبغى يروح عشان انا اجرب، لا ما تروح والله تجرب. ده يعني متردد كده، متردد. لا انا I'm a freaking believer. أنا مؤمن إنه هذا الشيء، وحافظ على الصورة بتاعتي وحقدم وحد تبع حدسي قال لي أوكي أنا الآن بشتري البيت الفلاني،
يلا اتصل على السمسار الفلاني او المسوق العقاري الفلاني، يلا خلينا نروح نعاين الحاجه الفلانيه، تك 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 تك، فجاه كده فلان من اصحابك اتصل قال لك انا اعرف فلان في البنك ممكن يمولك بالحاجه الفلانيه، تك 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 تك، حصلت. الغريب ان ده بيحصل، يعني ده بيحصل فعلا. شكرا. والله ده بيحصل. طيب على موضوع الشركات والافراد، شركه جنرال موتورز اكبر صانع سيارات في العالم. شركه جنرال موتورز هي المالكه لشيفروليه، كاديلاك، بيويك، جي ام سي، هامر وغيرها من الماركات السيارات في العالم. الشركه دي اكبر صانع سيارات في العالم الين 2007. تويوتا سبقتها، والان كمان تويوتا وفولكس واجن. في رايك ايش اللي فشل الشركه دي؟ انا ما اعرفش. لا مش عارف. تعرفوا ايش اللي دمرها؟ لما بدات السيارات اليابانيه تدخل السوق الامريكي وتقتحم السوق اسعار تنافسيه وجوده حلوه، السيارات اليابانيه والاوروبيه، ده الكلام تحديدا بعد ازمه 73 لما البترول انقطع عنهم. فيجوا يبغوا يتخذوا قرارات جوهريه، يطالعوا في الكاش فلو، يطالعوا في التدفقات النقديه، يطالعوا في الاوراق الماليه. اوكي انا عندي مثال لو تسمح لي في الحته دي. والناس دايما بنقوله في رياده الاعمال، المثال بتاع كودك. يا سلام. لان كودك هي قفلت بسبب السمارت او الديجيتال كاميرا. واللي اخترع الديجيتال كاميرا المهندسين بتوع شركه كودك، مهندسين التطوير. ولكن رجعوا للتدفقات النقديه، قال لك لا احنا بنجيب اصلا فلوسنا من الافلام اللي بتتباع والتحميض، فده هيدمر الكاش فلو بتاعنا وهيدمر مستقبلنا. يا سلام. فلغوه. كودك نفسها اتدمرت. فدخلت كانون ونيكون وسوني وباناسونيك وضخ وشركة كاميرات ديجيتال، انقضى. ولا وكانوا يقولوا لا يمكن الكاميرا الديجيتال انها تصور بجودة الفيلم. مظبوط. وفعلا في البداية ما كانت بجودة الفيلم، بس حبة تغلبت عليه، وجات البلاك ماجيك وغيرها اللي أسعارها الآن 100,000 ريال سعودي، يعني 1,300,000 أو 1,400,000. وشغالين وحريقة. والكودك انتهت. IBM مثال مشابه، وهكذا. يبقى الموضوع طلع على الشركات وعلى الأفراد يا شيخ. طب القصة دي بتلمس مع حضرتك كنت بتكلمنا فيه في موضوع السمارت جولز. أيوة. بما إن بقى كوتش بوازير أنا قاطعته معلش في حاجة، قاطعتك في نقطة كنت تقول إن إحنا فوق، فإذا تذكرتها ممكن نرجع لها. فاكرها؟ لا. أوكي. طيب هنرجع لها. كوتش حضرتك قلت لي انت ضد السمارت جولز او ضد اجزاء من كلمه سمارت. نعم. قلت لي مفيش حاجه اسمها سمارت جولز. نعم، كلام فاضي مع كل احترام للي كتبها. يا كوتش احنا بقالنا سنين يقول لك حط سمارت جولز عشان تعرف تقيسها وتعمل طيب ايش هي اول شيء؟ ايش هي سمارت جولز؟ سمارت جولز هي عاملينها اكرونيم، اختصار ل SMART. اس سبيسيفيك، محدد. دي صح، لازم هدف يكون محدد واضح. أنا الآن دخلي مثلا 100,000 في السنة، أنا حابه يصير 1,000,000 في السنة. اللي هو أول معيار عندك أنت برضو حطه. أيوة. شوفك. أيوة دي مزبوطة. دي صح. أنا ساكن في شقة 3 غرف وصالة، أنا حابب أروح لفيلا 7 غرف وحديقة وصالتين ودورين. أوكي، فأنا يكون سبيسيفيك، محددها في حي كذا، مساحتها كذا. التحديد ده هيساعدني في ملكة الخيال اني اتخيله بالظبط. لا ايوه، الخيال هو اللي حيخليك تتخيل ممكن تستعين بادوات الجوجل، صور من الجوجل. اوكي، تشوف مثلا ريفيوات في اليوتيوب لفيلا معينه، ايوه دي الفيلا شبه اللي في بالي دي. لا اوكي، لما يو ميك ات سبيسيفيك. انا عندي السياره مثلا سوزوكي ألتو، اوكي، لا وانا حابب مرسيدس اس كلاس، انا حابب لاند روفر، رينج روفر، كاديلاك سكاليد. فحددوا لونها، موديل كم. انا عرفت انت معترض على ايه كده. اي جس هو معترض على اتشيفابل. صبرك جايين. فهنا سبيسيفيك. ابتديت انا اتنبأ شويه. بعد كده نجي لميجربل، قابله للقياس. هذه صح مزبوطه.
فنحن طالما عملناه سبيسيفيك فحيكون قابل للقياس. صح. انا وصلت المليون ولا ما وصلت المليون، اخذت الفيلا دي ولا ما اخذتها، وهكذا. النقطه اللي بعدها A achievable. دي اللي انت معترض عليها غالبا. نعم، قابله للتحقيق. وحقيقه كل شيء تحلم به قابل للتحقيق طالما فكرت فيه، فانت قادر على تنفيذه. تمام. وهذه السنه كونيه، وبدلاله الاخوين رايت فكروا في الطيران. كان قبلها منطقي ولا غير منطقي؟ غير منطقي. كان اتشيفبل ولا مو اتشيفبل، قابل للتنفيذ ولا غير قابل للتنفيذ؟ في عقول اصلا موضوع اتشيفبل دي حاجه نسبيه، حاجه نسبيه تختلف منك ليا. انت بالنسبه لك اتشيفبل، انا بالنسبه لي غير اتشيفبل، فمو مهم. فكلام فاضي دي. لا، انا ما ابغاها اتشيفبل. حتى لو مش اتشيفبل انا اول ميك ذا ايمج، انا هعمل الصوره عشان تصير اتشيفبل. ده هم كمان كانت حاجه ضد الكون. صح، جاذبيه وبتطلع وبتقع مش رياليستيك اصلا. يعني كمان كانت الار مش موجوده كمان. جايه كنا صبرك. انا ابتديت افكر معاك. فاصلا الجامعات كانت وقتها يقال انه دكاتره الجامعه في بوسطن تجمعوا في ذاك الوقت وقالوا لا يمكن لجسم كثافته اعلى من كثافه الهواء ان يطير. دخل عليهم واحد قال لهم يا اخي في 2 شباب في طايرين. كويس. الار يقول لك هي ايه؟ اختصار دي رياليستيك، فاس ام اي ار. الار رياليستيك، واقعي، ودي هدمناها من اول اللقاء. يقول لك يكون واقعي. لا، نحن ما نبغى واقعي. اذا واقعي معناتي انا حكرر واقعي. انا حافظل في اللي انا فيه، حافظل اللي انا فيه. والله انا اطالع في شهاداتي، انا معي الثانويه، فالثانويه خلتني في الحته دي، فلما اجي اقرر بناء على ايه؟ على شهاده الثانوي تبعي. طيب انا ليه طز في الشهادات؟ ما اقرر الحاجه اللي ابغاها من قلبي. ما هو في ناس منطقي الكلام. والله منطقي. اتطبق حصل. ايوه حصل. مو نحن نعرف ناس. عفوا انا لما قررت اني اصير كوتش ومدرب، والان الحمد لله على مستوى الشرق الاوسط، وواحد من اقوى 5 اسماء يعني من اكبر الاسماء في منطقه الوطن العربي كله، يعني ما شاء الله الحمد عليك. لله. لما قررت القرار ده، هل كانت عندي شهاده كوتشنج؟ لا. هل كانت عندي شهاده تدريب؟ لا. هل كنت مؤهل بهذه المعرفه وهذه العلوم؟ مش بنفس القدر بتاع دلوقتي اكيد طبعا. لا، انا ما كنت. كان حاجه طفيفه كده، سطحيات ملقطها من ابراهيم الفقي الله يرحمه، ومن من اسمع لتوني روبنز كده حاجه طايره، بس ما كنت مستوعبها اصلا ولا مطبقها. يعني انت يو بليفد ان توني روبنز فعلا قدر يمشي الناس على الفحم؟ وانت شايف الفيديوهات، انا لي اصحاب راحوا عملوها فعلا. عملوها. ايوه. وفي عندنا في السعوديه الدكتور سلمان الحبيب، لا مو سلمان الحبيب، سلمان العلي، من في برامجه كان بيعملها برضه. وكمان ابراهيم مو ابراهيم رشاد فقيه عملها برضه. رشاد فقيه برضه في الدورات وبيعملها. فخلينا من التفاصيل دي. نحن ايش جابنا هنا؟ احنا كنا في الاسبوع. انت كنت بتقول ان انت يعني ما كنت لسه معلوماتك في الاول بسيطه بتستلقطها من بعض المصادر. يا سلام. فهل هدفي اني اكون مالك اعمال في مجال الكوتشنج والتدريب كان رياليستيك وقتها وكان واقعي؟ هل كان عندي مؤهلات او موارد تقول انه انت قريب من ده المكان؟ لا، بس انه قلبي حابب ده الشيء وحابب اشاركه واشوف انه انا ممكن اساعد الناس فيه. فقررت. طيب سؤال، لما قررت اني اخطو ديك الخطوه اللي بنص مليون، كانش معاك الا ال 100,000 اللي انت حطيتهم في الاول. شكرا. فكان لما قررت اني اخذ لكجري كار، سياره فاخره فول سايز ويعني بمواصفات معينه، قررت وانا كان موجود عندي المبلغ تبعها؟ لا، ما كانش معاك.
ما كان معي. لما قررت اني اروح واسافر وازور البلد الفلاني والعلاني، هل كانت عندي المبالغ تبع هذا الشيء؟ لا. واخذ اولادي وزوجتي في فسحه حلوه ونلف؟ لا. فريلستيك، واقعي، بوم برا. فما نبغى واقعي لانه حكرر نفس التايم فريم هتسيبها لنا بقى تي. سيب لنا بقى. اوكي. سيب لنا حاجه بقى. اوكي كده حنسيب 3. كده سيبنا 3. ايوه، الاس والام والتي. طب احنا سايبين الاغلبيه. التي اللي هي تايم فريمد او تايم باوند، محدود بوقت. نعم، انا ابغى انا مثلا ادخل 1,000,000 في السنه من عملي في مجال كذا كذا قبل تاريخ كذا كذا كذا، فاحط تاريخ محدد انه والله 31 ديسمبر 2026 انا ابغى دخلي يكون كذا، ولا حكون ساكن في البيت ده، او عملت مثلا 20 حلقه يوتيوب في موضوع كذا 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 كذا، فمحدد وقت. انا تحمست. انا تحمست جدا. نحن بنقول بلفتك. تعرف الفالف تبع. طيب اعتقد في كتير من اللي هيسمعونا يعني هيبقوا تحمسوا جدا برضه. قول لنا نيكست ستيب اكشن نعمله دلوقتي عشان الموضوع ما يبقاش حماسه وقتيه وهتروح بعد 2-3. الكارت الابيض. امسك ورقه وقلم. اوكي. انت كل شويه تطلع الكارت ده. انا من كتر ما انت طلعته انا يعني الفضول قاتلني. ده الهدف تبعي، الهدف الرئيسي. عندي اهداف كتير بس كلها مكتوبه ومحطوطه في الدرج، بس هذا الهدف اللي بالنسبه لي الاساسي اللي اشتغل عليه كل يوم الصبح لما اقوم. فامسك ورقه وقلم واكتب اللي تبغاه من قلبك، مالك ومال ايش قاعد يصير، ايش واقعك الحالي. حيجيك صوت العقل الباطن، صوت البرادايم يقول لك اللي هو ده. نعم، شفت انا ركزت ازاي معاك. تمام. حيقول لك طيب من فين، طيب الرصيد، طيب دخلك الحالي. قل له شكرا، راح تعمل معك بعدين، وكمل كتاب. اكتب، صف بتفصيل دقيق. بعد كده اسأل نفسك ايش الحاجة، او اسأل حدسك ايش الحاجة، او ايش الحاجة يا رب اللي ممكن اعملها اليوم توصلني للشيء ده. حيجيك صوت معين. اتصل بمحمد جلال، كلم وليد، ما تعمل، طيب ما تبدأ تنزل كونتنت في الانستغرام يتكلم في الحاجة الفلانية. طب والله يا وليد، والله انا بعمل يعني انا ما ده بيحصل معايا، ببقى عندي هدف معين عايز اوصل له، وبعد كده ركز شويه بلاقي جالي هاتف يقول لي اعمل كذا. شكرا. ده عشان كده بقول لك انا بليفر في الحياه. وتعملوا ايش يصل معك عشان بلاقي ده جاب لي سكه، وده فتح لي حاجه، وده وبوم بوم بوم 2-3 تمت. وممكن تلاقيه تم معك في اسبوعين، ممكن في سنه، ايا كان الوقت، لانه لكل هدف فتره، لكل بذره فتره حضانه وولاده. لكل بذره فتره حضانه وولاده. ونفس الشيء هدفك عباره عن بذره روحيه يحتاج له حضانه في العقل فتره كافيه حتى يولد في الماده. اوكي. فاكتب هدفي وركز عليه. اوكي. واسال حدسي اعمل ايه. يا سلام. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اعمل ايه ده؟ حتلاقي. ليش قلت لك الخطه مش شغلك، شغل ربنا؟ لانه الحدس اللي حيجيبها. انا مش عايز اقفل الحلقه، مش عايز اقفل الحلقه، بس احنا لازم عشان الوقت، وانا خدت قرار وهنفذه خلاص بعد الحلقه دي. شكرا. انا هقطعك يا شيخ. لا. وهحط هدف قدامي وهتركز عليه. وهركز عليه
وهشوف القرارات والحدس اللي ربنا يحيي بيها، عشان لازم اقطعك، انا لازم اتخلص منك في حياتي. انت حدث تعب ومش عارف ليه. اكتر بني ادم تعبني، حرام عليك. رغم ان انا بحبه جدا. خلاص. عشانه ماركتر وانت سيلز. لازم. نورتنا يا كوتش، والله منور والله بها. العظيم. يعني مجيتك عندنا دي يعني فوق راسنا، ويعني كونك تقدرنا وتيجي عشان تعمل معانا الحلقة، يعني دي حاجة والله. يعني. خدنا من وقتك بس استمتعنا والله كتير باللقاء دوت، وفدنا على المستوى الشخصي، واكيد هيفيد اهم شيء ناس كتير. استفدنا مش استمتعنا. المتعه موجوده الاتنين. فيه. اكوي الاتنين ممتاز. والله، الاتنين. استمتعنا ممكن نشوف نتفليكس، برايم، لا، مدري لا، ايه. استفدنا قبل أيوة. استمتعنا. الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك، نورتنا ونورت القاهرة بلدك التانية، نعم. ونشوفك تاني قريب على خير يا رب. الله إن شاء الله يكرمك. المرة الجاية بقى في جدة. وان شاء الله تشرفونا ونعمل إن حلقه شاء الله. محترمه ان شاء الله. وعلى سيره الشغف، شوف فيلم كوكو تبع ديزني، فيلم 3D. شفته طبعا. أوكي. طبعا. اللي طبعا. صنعت اهله في الاحذيه أيوة. وهو عايز يعزف. يعزف. بالضبط. من اجمل الافلام اللي آه. شايفها بصراحه. يا شكرا. اشوفكم على خير يا احلى ناس في الحلقة الجايه. حاجه الكوتش هنسيبها لكم آه. في الديسكربشن. نعم. لازم تتابعوا القنوات بتاعته عشان نتعلم كتير. يا سلام. اليوتيوب، الانستغرام، التيك توك. اشوفكم هناك ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. سلامة الله، مع السلامة.